تعالى ندردش مع بعض. بدل ما نعمل ستوري تايم هنعمل كيس تايم. يعني ايه كيس تايم؟ يعني هنعمل زي دراسة حالة كده. هحكي لكم عن كيس حصلت معايا في العيادة وتعاملنا معاها ازاي وايه المشكلة اللي عندها. يمكن انت كمان تكون عندك نفس المشكلة. عندي حالتين، ابتدي لكم بالاول. عندي حالة انا بحبها جدا، ملتزمة جدا، بتسمع الكلام، بتمشي على نظام مظبوط، مظبطة سعراتها، بتنزل جيم وبتعمل رياضة، بتبذل مجهود حلو جدا، بتخس بالبطيء. تعال نسمع سبب المشكلة بتاعتها. مشكلتها الأساسية مش بإيديها شوية إلى حد ما للأمانة، هي متعرضة لستريس معين في حياتها مخليها ما بتنامش نهائي. تقريبا ممكن توصل بالأسبوع كامل تنام خلال الأسبوع ساعة أو 2. هل دي هتخس كويس؟ للأسف، رغم إن عندها التزام. أنا متابعاها يوم بيوم، ومتابعاها أكلها، وملتزمة في أكلها، وملتزمة في حركتها وكل حاجة. بس عندها نقطة النوم مش بإيديها، مش بنقدر نكنترول عليها نتيجة ستريس ما في حياتها. فهي متعرضة كده لحاجتين: قلة النوم ومتعرضة للستريس. واحنا متفقين ان قلة النوم، انتوا متعودين على الكلام الستاندر لازم ننام 8 ساعات. يا جماعة، هو كلام يبان عادي وبسيط بس تطبيقه مش سهل، وتطبيقه هيعود عليكي بارتفاع حرق. احنا متفقين ان منظومة الحرق دي منظومة كاملة، واحنا بنحاول نبشرها ناحية ارتفاع الحرق. من اهمها التزام مواعيد النوم. 8 ساعات نوم متواصلة بتفرق جدا في ارتفاع الحرق. يعني شخص ملتزم في كل حاجة بس نوم مش مظبوط مش هيحرق كويس. طيب الكيس التانية، حد جاي لي بيقول لي انا لفيت على دكاتره كتير وما بخسش وحرقي ضعيف وي وي وي. طيب حكي معايا، اخبار كذا وكذا وكذا تمام، اخبار كذا وكذا كذا تمام. طب اخباري النوم؟ لا، انا يومي نهاري ونهاري ليلي، يعني بنام بالليل، بنام بالنهار، ويومي كله صاحيه. طب قلت لها حاجه، طيب بصي هنعمل اللي انت بتعمليه هو مش هغير لك اي حاجه، بس هغير الستيب دي. تيجي بالتدريج نغير المعادله دي. اعكسي يومك، نامي في مواعيد النوم العاديه 8 ساعات من 11 ل 6 او 7 الصبح، ونشوف الاخبار ايه، ونتقابل الاسبوع الجاي. نعمل انبادي الاسبوع اللي بعده، نلاقي الحرق كويس، الدهون بدات تنزل، الميزان اللي بقاله اسابيع ما بيتكسرش اتكسر. فنقطه نامي 8 ساعات مش جمله اعتياديه كل النيوتريشنز بيقولوها، لا، جمله مهمه جدا 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 لتظبيط فسيولوجيه الجسم، لتظبيط معدل الحرق بتاعي، لتظبيط حرق الدهون بتاعي، لتظبيط معدلات الهضم وتخزين الفاتس في جسمي. بيفرق جدا. تركه بسيطه، ودي كان الكيس ستادي بتاعتي. استنوني في كيس ستادي جديده.